السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل اكلة جميلة وكان طعمها تحفة، مكرونة وايت صوص وبطاطس كريسبي وبانيه. ما شاء الله كانت اكلة طعمها حلو. اللي مجربش البطاطس يجربها هتعجبكم قوي، كان طعمها ما شاء الله جميل. هنا بقى المكرونة بصلاية، هخرط كده بصلاية وتوم وفلفل حامي وفلفل بارد. ما شاء الله طعمها كان تحفة. هنا بقى نحط برضو التوم، بيديها نكهة وطعم حلو قوي. يبقى قطعنا بصلايه وتوم وفلفل حامي وفلفل بارد. حابه تشيلي الحامي براحتك، يعني عايزه الفلفل البارد بس براحتك، وممكن فلفل الوان كمان هيخلي طعمها جميل، بس اليوم ده كان عندي فلفل اخضر بس. اكله جميله وكان طعمها لذيذ، وان شاء الله اللي يجربها هتعجبكم. هنا بقى هحط شويه زيت. هنا بقى ميه السليق حطيت شويه ملح. مش هحط زيت عشان هي طريقتها زي البشاميل، زي المكرونه البشاميل، فبنحط الزيت عشان المكرونه تتماسك مع البشاميل. هحمر بقى كده الحاجات دي كده تاخد لون حلو. طعمها لذيذ وتتاكل لوحدها، يعني تاكليها كده مش لازم جنبها اي حاجه، ما شاء الله من طعمها الحلو مش محتاجه حاجه جنبها. هنا مرق الدجاج هحط 2. ممكن تستغني عن المرقه برضو، تستكفي بس بالبهارات اللي انت هتحطيها. وفلفل اسمر وشطه، وهنا كزبره وملح وكمون ومعلقه سكر. يبقى ملح وسكر وشطه وفلفل اسمر وكمون وكزبره. هنا بقى هشوح التوابل مع البصل والثوم والفلفل، ما شاء الله بتبقى نكهتها جميله مع المكرونه، تدي المكرونه نكهه حلوه وطعم حلو. هنا بقى حطيت 3 معالق من الدقيق، 3 بس. هنا بقى لقيته محتاج شويه زيت كده عشان اعرف احمره كويس، هضيفله شويه زيت. ياخد لون حلو بقى كده معايا، وهنزل باللبن. هضيف لها نص كيلو لبن بس، وهاخد كوبايه ميه سليق المكرونه، هاخد كوبايه صغيره. ما شاء الله هيغلي غلوتين كده، هتلاقوا القوام بتاعه ما شاء الله بقى جميل. هنا بقى هاخد ميه السليق كده كوبايه صغيره. هيغلي غلوتين 2 بس، هتلاقي القوام بتاعه ما شاء الله بقى تقيل جميل. هنا بقى هصفي المكرونه ومش هغسلها، نفس البشاميل بالظبط اللي انا بعملها، عشان نحافظ على النشا بتاع المكرونه، عكس ما بنعملها بصلصه. لو عملناها بصلصه لازم نشطف المكرونه عشان ما تعجنش معانا. هقلبها بقى تقلبتين وهدي عليها النار، يا دوب بس تشمح كده بالبشاميل، وما شاء الله كان طعمها حلو. طعمها جميل، مش محتاجه اي حاجه جنبها. هنا بقى هقطع البطاطس بالسكينه المشرشره دي. السكينه دي حاميه جدا، اللي عنده السكينه دي خلي باله جدا وهو بيقطع بيها. لو هتلاحظوا انا بقطع البطاطس ايدي التانية مش ماسكه البطاطس خالص، عشان حاميه جدا. اللي عنده السكينه دي خلي باله منها. انا بس قطعتها كده تدي شكل حلو، بس ايه تغيير. بس لو قطعناها بالسكينه العاديه طبعا مش هتقولنا لا، يعني عادي.
فاللي عنده السكينة دي بيعمل بيها مخللات او بطاطس يخلي باله عشان بتبقى حامية جدا. بس البطاطس بقى ما شاء الله كان طعمها تحفة، والله اكلناها اكتر من البانيه، يعني كان طعمها حلو قوي. تحاولوا بقى لما تعملوا البطاطس دي ما تغسلوش البطاطس، يعني قشروها واغسلوها كويس. لما تقطعوها بقى كده ما تغسلوهاش، النشا برضو بتاعها ده ما شاء الله بيديها طعم حلو قوي. هنا بقى الدقيق حطينا فلفل اسمر وشطة وكركم وملح. وهنا بقى ضفت شوية كمون عشان كنت ناسية الكمون. هنا بقى هاخد نص الكمية. هنا بقى هضيف على الدقيق مية، لازم القوام بتاعه يبقى تقيل، ما نخلوش خفيف، لو خليتيه خفيف زي المية كده مش هتطلع حلوة معاكي، لازم القوام بتاعها يبقى تقيل وكويس. هنا بقى هقلبها اسيبها شوية تشرب من التتبيلة، وما شاء الله كان طعمها حلو. هنا بقى البطاطس ما تشرب من التتبيلة شوية هعمل عصير صوبيا. هنا باكو صوبيا وباكو كريم شانتيه و3 معالق سكر ولتر من اللبن. ما شاء الله كان طعمها جميل. هجهزها بقى كده احطها في التلاجة لحد ما اخلص الاكل. هنا بقى الفيجيتار حطيت فيجيتار بارد وفيجيتار حامي، والبيضتين وبيضتين بلدي، وحطيت عليهم فلفل اسمر. ما شاء الله لازم نحط فلفل اسمر على البيض بيخلي طعمه حلو ونكهته حلوه. هنا بقى هبدأ بالبانيه الاول. بالنسبه بقى للبانيه، انا لما بعمل بانيه بجيب فرخه بطلع صدرها بانيه، وبقيه الفرخه بقى بعملها مشويه في صينيه بطاطس. افضل كتير من نجيب بانيه من بره مش عارفين مصدره ايه. انا قبل كده جبت بانيه كنت مستعجله وجبت بانيه، اول ما طلعت البيت بفتح البانيه لقيت ريحتها وحشه وملزقه، فنزلت في وقتها رجعتها للراجل. قال لي طب هديكي غيرها، قلت له لا بس ما ينفعش تبيعها للناس وهي بايظه، والله كانت بايظه فعلا. من وقتها بقيت بجيب فرخه اطلع من صدرها بانيه، وبقيه الفرخه بعملها اي حاجه. كده حاجه انت واثقه فيها، حاجه مطبوخه قدامك، حاجه طازه، عشان والله في ناس كتير ما عندهاش ضمير، ربنا يهديهم بقى يا رب. وقبل كده برضو روحت الراجل بتاع فراخ اللي انا بتعامل معاه كان خلص الفراخ، كنت رايحه متاخره، فروحت المحل تاني اول مره اروح له، قلت له عايزه فرخه بلدي، فجاب لي فرخه بلدي معديه 3 كيلو ونص. فاقول له الفراخ دي امهات كبيره في السن يعني، قال لي لا دي صغيره، قلت له ازاي صغيره معديه 3 ونص؟ قال لي لا والله دي صغيره بس هي وزنها ايه كبير، انا يعني شك اللي هي كبيره، بس طالما حلف بالله خلاص انا صدقته، حلف لي بالله والله مرتين. اروح البيت بقى اقطع في الفرخه، مش عارفه اقطعها، جامده جدا عضمها جامد جدا، واخدت 4 سوا على النار، 4 ساعات سوا على النار، يعني قعدت 4 ساعات سوا، وشوربتها كانت دسمه قوي. في ناس ممكن تحب الفراخ الامهات دي بس احنا مش واخدين عليها، هو كان قال لي لكن هو فهمني اللي هي فراخ صغيره. اتصلت بيه قلت له ازاي تحلف لي بالله وهي كده كبيره وانا قلت لك؟ قال لي تاني ما خدتش بالي بس هعوضها المره الجايه. ففي ناس كل شغلها الدنيا وناسيه الاخره، يعني بقول للناس دي اتقي ربنا. والله ربنا مش بيبارك، وربنا يا رب يسلمنا منهم ويحفظنا. ولازم بقى انتي تبقي واعيه كده لما تشتري الحاجه. والله في ناس ما عندهاش ضمير فعلا. زي مره برضو في بتاع السمك بتعامل معاه، سمكه حلو وطازه وكده، كنت تعبانه فهو بيبعت في البيت يعني في توصيل، فقلتله شويلي سمك وبعتهولي الساعه 4 وكده. والله العظيم بفتح السمك برضو يعني السمك ريحته يعني مشوي بس بايظ، يعني جينا ناكله انا لاحظت واللي في البيت لاحظوا، يعني السمك بايظ. طب انت انا ما روحتش وشايفاك بعناية اللي انا انقي حاجه صاحيه وحاجه طازه تديني حاجه بايظه؟ رحت برضو قلتله قال لي ازاي محدش اشتكى قبل كده فما فيش ثقه في حد، يعني انت تجيبي الحاجه بايديكي وحاجه قدام عينيكي وما تثقيش في حد. هنا بقى هحمر البطاطس، المفروض اما احمر البانيه احمر البطاطس بعد البانيه او قبل البانيه، بس انا كنت مستعجله فعملت ده في طاسه وده في طاسه. ودي ده متبهر في بدايه الفيديو لما بهرت الدقيق ده كله خدت نصه للبطاطس، ونصه بقى هحط كده في البطاطس وهقليها. ما شاء الله كانت جميله، مقرمشه بقى من بره طريه من جوه، والله طعمها كان حلو قوي.
احنا كلناها اكتر ما كلنا بانيه، فاللي مجربهاش يجربها. مين بقى فيكم حس بالزلزال من يومين؟ احنا حسينا بيه وناس كتير خافت ونزلت الشارع. يعني الدنيا بتروح في لحظة كده، يعني ربنا برضو بيدينا اشارة، اللي مقصر في حاجة يراجع نفسه، واللي مزعل حد وظالم حد برضو يروح يعني يخليه يسامحه. والله يا جماعة في ناس كتير عايشة الدنيا وناسية الآخرة، واي حد مقصر في اي حاجة يعني الدنيا مش مستاهلة، يعني راجع نفسك او راجعي نفسك، ولازم نعمل لآخرتنا، مش نعيش الدنيا وننسى الآخرة، عشان في حساب وفي جنة وفي نار. والله انا مش عاملاكوا فيها شيخة ولا حاجة، الكلام ليا قبل ما يكون ليكوا. الدنيا مش مستاهلة، يعني في ناس كتير والله مؤذية وناس وحشة، مش عارفة الناس دي يعني هتقابل ربنا ازاي، او بتنام كده ضميرها مرتاح ازاي وهي قاسية ناس بدون اي سبب كمان، يعني سبحان الله. ربنا يعافينا يا رب وينجينا ويحفظنا من شر الأشرار يا رب. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا، وكل أم وأب ينصحوا أولادهم، يعني لازم تنصحي ابنك أو بنتك من الناس اللي حواليه، وتنصحيه في كل حاجة، وتعلميهم ما يخبوش عليكي أي حاجة، وتفهموا يعني تفهموا أولادكم في غلط وفي صح، ما تخلوش براءة الطفل يتصدم بأي حاجة كده برا، ما يبقاش يعرف يدافع عن نفسه ويحمي نفسه. فلازم نوعي أولادنا ونفهمهم، عشان الدنيا ما عادش فيها امان خالص. وربنا يحفظهم يا رب، يحفظ اولادنا واولاد المسلمين كلهم يا رب، وربنا يا رب ينجينا من كل شر. وبتمنى لكم الخير والسعاده، وربنا يغير حياه اي حد للاحسن والافضل يا رب بالخير اللي هو بيتمناه، ويغير حياتي للافضل والاحسن يا رب. ويا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم، واللي مجربش البطاطس يجربها، والله كان طعمها جميل، والمكرونه برضو ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.